مستمعي هذه FM الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم. أنا هوجين هادي سأقدم لكم نشرة موجزة لأهم الأخبار، أبدأها بأبرز العناوين. عبوة ناسفة تستهدف سيارة قائد أسايش حي العزيزية بالحسكة. الناخبون الأتراك يبدأون التصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة. جيش الإسلام يستخدم أسرى لقوات النظام ومدنيين في دوما كدروع لمنع القصف الجوي. المعارضة تستهدف النظام وميليشياته بريف درعا. إلى التفاصيل. أفادت مصادر بالحسكة بانفجار عبوة ناسفة صباح اليوم الأحد استهدفت سيارة قائد أسايش العزيزية عند المدخل الشرقي للحي دون وقوع ضحايا، فيما أكد ناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي أن التفجير استهدف سيارة أكرم المحشوش نائب رئيس المجلس التشريعي في الإدارة الذاتية بمقاطعة الجزيرة. بدأ الناخبون الأتراك بالتوجه في ساعات الصباح الأولى اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع لاختيار مرشحيهم في انتخابات البرلمان المبكرة التي لجأت إليها تركيا بعد فشل الأحزاب السياسية في تشكيل حكومة ائتلافية بعد انتخابات 7 من حزيران يونيو الماضي. وبحسب المفوضية العليا للانتخابات في تركيا فإن عدد الناخبين المسجلين في الداخل يبلغ 54,049,940 ناخبا، فيما يبلغ عدد صناديق الاقتراع المقرر إقامتها في عموم البلاد 175,006 صناديق، بما فيها 358 صندوق ستتوزع على السجون. أفاد ناشطون إعلاميون من الغوطة الشرقية بريف دمشق جنوبي سوريا اليوم الأحد أن جيش الإسلام وزع العديد من الأسرى المحتجزين لديه من الطائفة العلوية فوق أسطح المنازل في مدينة دوما لمنع قوات النظام من استهداف المدينة بالطيران الحربي. وذكرت مصادر أن جيش الإسلام اتبع هذا الأسلوب لمنع الطيران الروسي وطيران قوات النظام من استهداف الأحياء السكنية والأسواق الشعبية في الغوطة الشرقية، والتي تتعرض لقصف شديد وحصار لأكثر من سنة حسب وصفهم. استهدفت قوات المعارضة صباح اليوم بالأسلحة الثقيلة مناطق عدة لقوات النظام وميليشيات موالية له، محققة إصابات مباشرة في صفوفهم، حيث استهدفت المعارضة بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون لليوم الثاني على التوالي مواقع النظام في بلدة دير العدس والقطع العسكرية المحاذية لمدينة الصنمين، الفوج 79 مساكن الضباط والأمن العسكري وكتيبة جدية بالريف الشمالي للمحافظة، ما أدى لمقتل العديد من العناصر دون ورود تفاصيل. مستمعي هذه FM الأعزاء، إلى هنا تنتهي النشرة الموجزة. طابت أوقاتكم وشكرا لاستماعكم.